بيبدأ الفيلم يوم 29 ديسمبر في ليلة ممطرة، والمحقق يوجي كودو من قسم إيهارا بيسوق عربيته بسرعة وهو سكران، وبيتكلم مع زوجته ميساكو وهي بتزن عليه إنه يحضر بسرعة لأن والدته تعبانة ومستنياه، فبيتعصب عليها وبيقول لها إنه بيعمل أقصى ما في وسعه علشان يوصل. وبعدها بتجيله مكالمة من رئيسه في الشغل وبيسأله إذا كان أخد رشوة من مجموعة سيمبا، فبيعترف له إن قبل الرشوة وفقا لتعليماته وإن هو اللي أمره يروح للمجموعة وياخد الرشوة، لكن دلوقتي في تحقيق اتعمل إن القسم بتاعهم بيقبل رشاوي، والرئيس بيبلغه إنه ملوش دعوة بالموضوع ويوجي هو اللي هيتحمل كل حاجة، وبيقفل في وشه السكة. ساعتها يوجي بيتعصب وما بيكونش عارف يتصرف، وبتجيله مكالمة من زوجته فبيتعصب عليها أكتر، لكنها بتبلغه إن والدته ماتت ولازم يوصل بسرعة، ويوجي بيتصدم من الخبر ومش بيركز قدامه، فبسبب سرعته بيتفاجئ بواحدة قدامه لكن بيقدر يتفاداها، وبيلف علشان يبص عليها لكن بيخبط واحد بالعربية، وعلى طول جسمه بيتشنج وبيتوتر جامد، وبيدعي ان الشخص ما يكونش حصل له حاجة، وبينزل علشان يكتشف اللي حصل، وبيلاقي شخص واقع وسايح في دمه، وبيتصدم اكتر لما بيقرب منه وبيكتشف ان نفسه مقطوع. ساعتها بيتدمر خالص وبيعتبر كده الدنيا كلها عليه، وبيتوتر لما بيشوف عربية شرطة في المكان، وبيتلخبط وما بيكونش عارف هيتصرف ازاي، لكن في سبيل انه ما يتقبضش عليه بيشيل الجثة وبيرميها بعيد وبيخبي نفسه فيها، ولما عربية الشرطة بتمشي بيقرر انه يربط الجثة ويحطها في صندوق العربية، وبيتحرك علشان يوصل لوالدته، لكن بيتفاجئ بلجنة قدامه وبيكون هو ده الحل علشان يخرج، وبيقرر انه يدخل، واللجنة بتكون تحليل سكر وهو اصلا سكران من الخمرة اللي شربها، فبيرفض انه يعمل التحاليل بحجة انه ظابط، لكن بيجيله ظابط رخم وبيكون من الظباط اللي عارفين ان مكتبهم بيقبل رشاوي من مجموعة سيمبا، وبيقرر يغلس عليه وعايز يعمل التحليل بالعافية، وده بيضايق يوجي جدا وبيعترف له انه شرب خمرة، لكن ده كان مجرد احتفال مع مجموعة من الاصحاب وهم زمايل في الشرطة وممكن يداروا على بعض في الموضوع، لكن الظابط بيرفض، وبعدها بيلاحظه متعصب بشكل غير مبرر وبيبص للإزاز وبيلاقيه مكسور، فبيقلق أكتر وبيفكر إنه طالما سكران وقبل رشاوي من سيمبا فممكن يكون عمل جريمة، وبيقرر إنه يفتش صندوق العربية، وأول ما يوجي بيسمعه بيتعصب أكتر وبيحاول يمنعه بالكلام وإنه ما ينفعش يعمل كده، لكن الضابط بيكون مصمم إنه لازم يفتش صندوق العربية، وساعتها يوجي بيضرب فيهم وبيحاول يمنعهم بالعافية، وبيقدروا عليه لما بيرشوا حاجة في عينيه، وبتوصل عربية وبينزل منها شخص كان يعرف اللي بيحصل، وبيعرف نفسه إنه يازاكي من مقر شرطة المحافظة، وبيعرف إن الضابط كايجي والمحقق كودو شغالين مع بعض في نفس اسم إيهارا لكن في أقسام مختلفة، وبيفرح جدا إنه قابل محقق وبيكون عاوز ياخد يوجي معاه علشان يتكلموا، خصوصا إنه من الشؤون الداخلية، لكن لما يوجي بيعرف بكده بيتوتر جدا وبيحاول انه يعيط، وبيقول انه والدته لسه ميته دلوقتي وهو كان بيسوق بسرعه علشان يوصل لها، وبيوعده انه هيروح بعدها على القسم، فالمحقق بيصدقه وبيسيبه يمشي وهو بيروح على القسم بنفسه، وهناك بيكونوا متوترين جدا اول ما بيدخل، وبيطلب منهم كل الاوراق اللي عندهم في اخر شهر علشان يفحصها بنفسه، وبيقول لهم انه مستني يوجي علشان يجي لان في موضوع هيكلموا فيه، وان والدته لسه متوفيه وعلشان كده مش بيرد عليهم، ويوجي بيروح المستشفى وبنته مينا بتجري عليه وزوجته ما بتهتمش بيه ابدا بسبب اللي عمله، وهم كده كان في ما بينهم مشاكل قديمه، وبيدخل يشوف والدته وبعدها بيكون لازم ينقلوها النهارده لدار جنازات علشان المستشفى مش هتعرف تخلي الحاله عندها لمده طويله، وبتيجي واحده من دار جنازات قريبه منهم، وساعتها بيجيله تليفون من الرئيس وبيبلغه ان المحقق مستنيه وبيعزيه لموت والدته، ويوجي بيتوتر اكتر وبيقول انه مش هيعرف يوصل بسبب ترتيبات الجنازه وانه هيجي الاسم تاني يوم، وفعلا ده اللي الرئيس بيبلغه للمحقق وبيمشي على طول، وبيوافق يوجي على نقل والدته لدار الجنازات اللي جنبهم، وبيركب بنته العربيه وبيسال زوجته اذا كانت هترتب في الجنازه وهي بتوافق، وبتقول انهم لغايه اللحظه دي لسه عيله واحده وانها مستنيه منه اوراق الطلاق يبعتها لها، وهو بيقف وما بيعرفش هيعمل ايه، والرئيس بيكلمه في التليفون وبيقول انه جاي له ويخليه واقف مكانه لان قصتهم لازم تكون واحده، ويوجي بيتوتر لان الجثه اللي في العربيه دي ممكن توديه في داهيه، فبيبص على فتحه التهويه اللي تحته بيقرر انه يفتحها، لكن الرئيس بيوصل وبيبلغه ان المحقق هيكلمه بكره وهيعرف انه اخد رشوه ولازم ما يقولش عليهم، لكنه بيقول لهم ان علاقته الوحيده بزعيم مجموعه سيمبا انه كان زبون والدته فقط لا غير، وهم كمان بياخدوا رشاوي من زمان قوي، فهي جت عليه دلوقتي، وبيلاحظوا ان الازاز بتاعه مكسور وبيقرروا يفتشوا صندوق العربيه، وهو طبعا بيتوتر وبيحاول يقنعهم ان ما فيهوش حاجه، لكنهم بيكونوا مصممين، وطبعا مش هيقدر يضرب رئيسه في الشغل، وبيفتحوا الصندوق لكن المفاجاه انه بيبقى فاضي، وعلى طول يوجي بينط على العربيه وبيقفل الصندوق وبيبلغهم انهم يسيبوه وما يزودوش الموضوع عليه اكتر من كده، وفعلا بيعتذروا له انهم شكوا فيه وبيسيبوه يمشي، وتاني يوم بيروح على دار الجنازات وبيودع والدته لاخر مره، وبيسمع ان الجثه هتتحرق فبتجيله فكره وبيبص لفتحه التهويه وبيطلع يجري بره لغايه ما بيوصل لفتحه التهويه اللي هو فتحها وخبى فيها الجثه، وبيقرر ان طالما جثه والدته هتتحرق يبقى ليه ما يحرقش معاها الجثه التانيه، وبيروح مشوار للقسم
لكن وهو في الطريق بيقرر يعمل حادثه بعربيته علشان يأجر عربيه جديده ومحدش يشك فيه، وبيوصل للقسم وبيتكلم مع يازاكي وبيعرف انه اخد رشوه لكن ما بيكونش مهتم بيها، وفي الواقع هو موجود في المكان ده علشان حاجه تانية خالص لكن محدش بيكون عارف هي ايه. وبيسأل يوجي اذا كان في حاجه تانية عملها او حادثه ومش عايز يتكلم، لكن يوجي بيبلغه ان مفيش اي حاجه. وساعتها بيطلعوا من المكتب ويازاكي بيبلغ القسم انه هيرجع لرئيسه وهيبلغه ان مفيش اي حاجه خالص، والظباط كلهم بيفرحوا انه معرفش يكشف امرهم، وكل ده بسبب يوجي. وبيرجع تاني للمستشفى وبيقرر يقعد مع والدته اليوم كله علشان ياخد الجثه ويخبيها. وفعلا لما الدار كلها بتفضى بيقرر انه يتسحب من فتحه التهويه وبيمسك الجثه وبيسحبها، لكن بيكون عاوز يخلص بسرعه فبيعمل دوشه كبيره جدا. وساعتها الامن بيلاحظ اللي بيحصل وبيطلع بره علشان يسمع الدوشه جايه منين، ويوجي بيعرف ان الامن بره فبيدرك انه كان بيعمل صوت عالي جدا. وبعدها بيتسحب ببطء لغايه ما بيوصل لاوضه والدته وبينزل وبيفتح التابوت وبيحط الجثه، وبيفضل يعتذر لوالدته على اللي بيعمله، لكنه دلوقتي مش بيفكر، واهم حاجه انه ينقذ نفسه من اللي هيحصل فيه لو اكتشفوا الجريمه اللي هو عملها. وفجاه بيلاقي ناس جايين لاوضه والدته وبيخاف جدا، وساعتها الموبايل بتاع الجثه بيرن وهو بيتوتر اكتر وبيفتح التابوت وبيحاول يخرجه، وفجاه الباب بيتفتح عليه فبيفضل يعيط بحرقه، والناس بيعتذروا له انهم دخلوا عليه فجاه وانهم جايين علشان يغيروا التلج اللي جوه التابوت، فهو بياخد منهم التلج بحجه انه عايز يخدم والدته لاخر مره. وبعدها السيد سيمبا بيوصل للدار وبيعزي يوجي على وفاه والدته وانها اخيرا ارتاحت وهو ارتاح من صرف الفلوس على علاجها، وبيقولوا لو عاوز يخرج من المكان اللي هو فيه هيحتاج فلوس كتيره جدا، والمكان اللي هيلاقي فيه فلوس هو زين يوجي، وبيكون هو ده المكان اللي هيعملوا فيه جنازة والدته بكرة. والمعبد بتاعهم هو الأكبر في المنطقة، وعندهم علاقات قوية بسياسيين في الحكومة المركزية، وفي ضباط برتب عالية جدا بيبذلوا مجهود علشان يزوروا المعبد، وبيكون معاهم فلوس كتيرة جدا وبيحطوها في المعبد، وهم بيسلموا له وصل وبيحتفظوا بيها في خزنة المعبد السرية. والضباط بيستخدموا المعبد علشان يغسلوا فلوسهم اللي جايبينها من طرق غير مشروعة، والمعبد بياخد نسبة من الفلوس. والمفروض ان الشاب اللي اسمه اودا يحمل الفلوس دي، لكنه سرق منها اكتر من 100 مليون ين وهرب من المكان. وسيمبا بيكون عارف مكان الشخص اللي سرق الفلوس ومطلوب من يوجي انه يقبض عليه، وساعتها الشرطة هتحقق في مصدر الفلوس اللي معاه وهيوصلوا للمعبد ويدينوه، وساعتها سيمبا هو اللي هيديره وبيسأله اذا كان مهتم. ويوجي بيفضل يفكر انه ينضم معاه، وخصوصا انه عايز يمشي من المكان اللي هو فيه ويبقى معاه فلوس كتيرة جدا. وتاني يوم 31 ديسمبر يوجي بيروح القسم وفعلا بيبدأوا تحريات عن أودا، لكن أول ما بيشوف صورته بيتصدم لأن هو ده الشخص اللي ضربه بالعربية وقتله. وبيروحوا لمكانه وبقية الضباط بيتسحبوا علشان ما يشوفهمش، لكن يوجي بيمشي بحرية لأنه عارف إنه مش موجود، وبيسيبهم يدوروا في بيته جوه. وهو بيطلع على الطريق وبيلاقي حاجة زي الميدالية واقعة في الأرض، وساعتها بتجيله رسالة على التليفون من شخص وبيقول له انه عارف هو عمل ايه وان هو اللي قتل اودا وعارف عنه حاجات كتير ومش هيقدر يهرب منه. ويوجي بيتوتر جدا وبيخاف من الشخص اللي بيكلمه، وزميله بيطلع بره وبيلاحظ ان في كاميرا مراقبه على الطريق، واكيد هي هتكون صورت لحظه هروب اودا، لكن الكاميرا بتكون قديمه ومش بيعرفوا اي حاجه منها. ويوجي بيروح للمعبد علشان جنازه والدته وبيجيله اتصال من الشخص المجهول اللي عارف انه عمل الجريمه، لكن يوجي بيحب يستنصح عليه وبيقفل في وشه السكه. وفجاه يازاكي بيفتح الباب وبيفضل يضرب فيه وبيقول له انه عايز يعرف مكان اودا باي ثمن، وانه يجيب له الجثه النهارده قبل الساعه 5 والا مش هيشوف بنته مره تانية. وبنرجع ليوم 28 ديسمبر ويازاكي راح لخزنه المعبد علشان يكتشف ان اودا كان بيحاول يفتحها، وخصوصا انه سرق المفتاح، لكن الباب مش بيفتح غير ببصمه يازاكي. وبيروح يبلغ رئيسه باللي حصل، وهو بيقول له انه لازم يلاقيه وياخد منه المفتاح ويخلص عليه علشان ما ينفعش شخص يكون عارف بالسر بتاعهم، وهو كمان هيتجوز بنته وهيكون زي ابن ليه فما ينفعش يفشل وده لمصلحته. وبيروح بيته وبيتكلم مع اودا وبيقول له يسلم المفتاح ومفيش حاجه هتحصل له، لكن اودا بيعنده وبيرفض وبيقول له يستمتع بكره في فرحه. ويازاكي بيقرر يروح لياكوزا وهم جماعه سيمبا، وبيطلب من الرئيس انه يدور على اودا وهيديله 10 مليون ين. وتاني يوم في الفرح بيخرج علشان يكلم اودا وبيقول له ان الباب مش هيتفتح غير ببصمه صباعه هو، فما يتعبش نفسه خصوصا ان الجو برد. وبيرجع تاني للقاعه مع زوجته، وهناك الفندق بيقول انهم هيعملوا لوحتين بتبين صوابعهم علشان تكون ليهم للابد. وساعتها يازاكي بيتصدم من اللي بيحصل وانه بكده هتكون بصمات صوابعه موجوده لاي حد ممكن يوصل لها، وبيتوتر جدا هو ورئيسه، لكن بيكون مضطر انه يحط بصماته خصوصا انه في فرح وقدام كل الناس. وبيطلع بسرعه وبيتكلم مع اودا، وساعتها بيكون قدر انه يخترق بصمته وبقت معاه هو، وبيضحك عليه وبيقفل في وشه. ورئيسه بيدوس على رجله جامد وبيقوله لازم يسلموا الفلوس للناس في بدايه السنه الجديده وما ينفعش يفشلوا في ده، لانهم لو فشلوا ساعتها هما الاتنين هيروحوا في داهيه. وبيسيبه وبيمشي، وبتجيله مكالمه من سيمبا وبيبلغوا فيها انه عرف عن الموضوع كله، ودلوقتي هو محتاج 100 مليون ين مقابل اودا. واودا بيوصل للمكان
لكنه بيتفاجئ بجماعة سيمبا هما اللي مستنيينه، فبيهرب بسرعة من المكان. ويازاكي بيكون وصل لبيت أودا، وساعتها أول ما أودا بيدخل بيطلع المسدس وبيكون عاوز يقتله، لكن حبيبته بتضرب يازاكي بالطفاية وده بيسمح لهم انهم يهربوا من المكان. لكن اودا بيتصاب برصاصة في كتفه وهو بيهرب، وبعدها قبل ما يوصل للطريق اخد 3 رصاصات كمان، وده في لحظة وصول يوجي للمكان لما خبطه وفكر ان هو اللي قتله، لكن في الواقع القاتل هو يازاكي. وبيتصدم لما بيشوف يوجي وهو بيحط الجثة في صندوق عربيته وبيجري وراه علشان يمنعه، لكن مش بيلحقه. وبعدها بيحصل كل اللي احنا عارفينه، وبيروح يقابل رئيسه بالليل وبيفضل يضربه بالعصاية. ويازاكي بيسكت، لكن لما بيبلغه انه لازم يسيب بنته في اول السنه الجديده فبيتجنن وبيقوم يفضل يضرب فيه بكل ما اوتى من قوه. وبعدها بنرجع لنفس المشهد لما يوجي كان واقع على الارض، وبعدها بيرجع يبلغ زوجته باللي حصل وهي بتعيط وبتقول انه لو حصل لبنتها حاجه مش هتسامحه ابدا. وبعد الجنازه بيتحركوا ناحيه الحرق، ولما بيدخلوا التابوت بيتحجج ان جاله تليفون وبيلف ورا للراجل العجوز وبيقول انه ظابط وحصلت مشكله ومش هينفع يشعل النار. لكن الراجل بيتوتر وبيشعل النار وبيهرب من المكان، ويوجي بيتوتر ومش بيعرف يعمل ايه، لكن بيقدر يقفل النار في الوقت المناسب. لكن ساعتها زميله من القسم بيوصل وبيقول له ان العربيه اللي عدت في كاميرا المراقبه دي كانت بتاعته، فلازم دلوقتي يشرح له اللي حصل كله. وفعلا يوجي بيشرح له اللي حصل وبيخليه يساعده انه ينقل الجثه للعربيه. وساعتها بيشوف الطلقات وهي مخترقه ظهره، يعني ده معناه ان يوجي خبطه بعد ما اتضرب بالطلقات ومات. وبيمسك موبايل اودا وبيتصل بحبيبته وهي بترد عليه وبتروح علشان تقابل حبيبها اودا في المصنع، لكن يوجي وزميله بيقدروا يمسكوها وبيعرفوا منها انه هرب ببطاقه الفتح. ولما بيلاقوها معاه بيعرفوا ان يازاكي كان بيدور عليها، وبيركبوا العربيه من تاني وبيحاولوا يعرفوا هيعملوا ايه. وبيجيله اتصال من يازاكي وبيقول له ينزل من العربيه ويبعد عنها على قد ما يقدر، وساعتها بيدمر العربيه وبيقتل زميله وبيقول له انه يجيب له الجثه وما يتكلمش مع زملائه تاني، ده لو خايف على بنته. ويوجي بيدخل يقطع صباع اودا علشان يقدر يفتح الخزنه، لان اودا غير البصمه ببصمته هو. وبعدها بيروح لسيمبا وبياخد منه اسلحه وبياخد قنبله بتنفجر بعد 4 دقايق بالظبط. وبيوصل عند المكان اللي فيه يازاكي وبيفعل القنبله في الجثه الاول، وبعدها بينزل من العربيه وبيرمي له الجثه عنده وبيوري له شكل اودا وبيحط الجثه في عربيته. وبعدها بياخد بنته بيقول لها تستناه في العربيه وبيرجع يتكلم مع يازاكي. ولما بيشوف الضوء الاحمر بيفضل يخفت بيعرف انها هتنفجر قريب، فبيقول له انه ملوش دعوه باي حاجه وانه ظبط الموضوع مع سيمبا وانه لو حصل له اي حاجه هينتشر له لائحه اتهام. وساعتها بيسيبه يمشي، لكن بيجي له مره تانية جنبه بالعربيه وبيقول انه ممكن ياخد فلوس كتير لو انضم له. لكن يوجي بيشوف ان القنبله خلاص هتنفجر وبيودعه وبينط بعيد، وساعتها العربيه بتنفجر وبتقع في النهر. وبيرجع بنته لوالدتها وبيعتذر لها انه عمره ما قدر يساعدها. وبعدها بيروح للخزنه وبينجح انه يدخل جوه وبيتفاجئ بكميه فلوس كبيره جدا. لكن ساعتها بيوصل يازاكي وبيضرب عليه نار ويوجي بيهرب منه، لكنه بيتصاب في بطنه وبعدها بينط عليه وبيبداوا يضربوا بعض، ويازاكي هو اللي بينتصر عليه وبيتسحب علشان يجيب المسدس. لكن يوجي بيقوم وبيطلع يجري بره، وساعتها بياخد طلقه تانية في ظهره والطلقات بتفضى وبيفضلوا نازلين ورا بعض يتسحبوا لغايه ما بيقعوا تحت وبيضربوا في بعض. ويوجي بيشيل يازاكي وبينزل على الارض وبيكسر له دماغه، وبيوصل سيمبا وبيكهربه وبيشكروا جدا انه وصلهم للفلوس اللي هتخليهم يسيبوا جزء للجيل اللي بعدهم، وان هو اللي بلغ الصحف بالرشاوي اللي اخدوها منه. وبيركب العربيه مع حبيبه اودا وبيكونوا متفقين مع بعض من الاول وبيهربوا من المكان، وبيكون مفكر ان هما الاتنين ماتوا في التلج. لكن يوجي بيفوق وبيقوم على رجله وبيركب العربية وبيقف فوق الكوبري وبيتصل بزوجته وبيسألها لو ممكن تديله فرصة تانية، وهي فعلا بتكون مفتقداه جدا وبتقول له يرجع البيت قريب وهي مستنياه. وساعتها هو بيقفل الاتصال وبينهار من العياط لأنه خلاص بيموت ومش هيقدر يوصل لهم، وبيغمض عينيه وبيستسلم وخلاص بيودع الحياة. وفجأة عربية بتخبطه من ورا وبيتفاجئ بيازاكي إنه لسه عايش، وهما الاتنين بيسابقوا بعض ويوجي بيفضل يضحك بهستيريا. وفي آخر الفيلم بنعرف إن كل اللي حصل ده كان من تخطيط سيمبا، وإنه كان داين أودا لكنه مرضاش ياخد الفلوس، ودخل سأله نفس السؤال اللي سأله للكل إذا كان عايز يخرج من الحياة اللي هو فيها. وبينتهي الفيلم على ابتسامة شريرة من سيمبا، وبيكون هو فعلا اللي انتصر في النهاية. وهنا بينتهي فيلمنا، ونتقابل في تلخيصة جديدة، وشكرا للمشاهدة. سلام.